اتجوزك ازاي يا مشتاق؟ ده انا متجوز 2 يا بيت. وماله؟ يبقوا 3. ايه ثم انت قد بنتي، حد يتجوز بنته؟ الناس تقول عليا ايه بس؟ وما فكرتش باللي هتقولوا الناس عليا انا؟ طب وديني ان ما اتجوزتني لاكون قايله لجوز امي. يا شيخه روحي كده، هو انت تستجري تقولي له؟ ده كان يذبحك باب. ابوك فين يا زكي؟ نايم في اوضته فوق. قدامي وريني اوضته. مين؟ انا زكي. عايز حاجه يا زكي؟ اهو يا خرابي يا خراب بيتك يا سعدية، يا خراب بيتك يا سعدية. كل دي مخدرات يا حوش، والله رحتوا في تأبيدة. دوروا كل حته في الشقه تلاقوا حد مستخبي.
ما تعرفيش بيشتغل ايه؟ انا بقول لازم مدير بنك، اصله بيلعب بالفلوس لعب وبيصرف زيادة عن اللزوم. ولا عربيته يا زكي تهبل تجنن. شيكا بيك لا يمني الصبر. يبقى الجدع ده ما يخرجش من ايدك يا مشمشة، قصدي من ايدينا. وانا ملكك يا زيكو. اسف اتاخرت عليكي نص ساعه، كان عندي اجتماع مهم فضيته وجيت علشان اشوفك. يا ترى هتكسفيني النهارده كمان؟ انا ما اقدرش اكسفك يا صادق بيه، بس الحقيقه ظروفي ما تسمحش. انت مرتبطه ولا حاجه؟ على العموم انا كنت حريص لما بصيت في صوابعك قبل ما اكلمك. انا فعلا مش مرتبطه، بس حكايه المقابلات دي ممكن تعملي سوء تفاهم ومشاكل في الشغل. لا انا مش ممكن اعمل لك سوء تفاهم، انا عشان كده بقول نتقابل بره عشان كمان نعرف نتكلم على حريتنا. اسفه يا صادق بيه، ما اقدرش. لا مش كده، امال احسن الراجل يطير مننا. والف مين تلهفه. الحكايه يا حياتي محتاجه شويه توابل وبهارات، وشيكا بيك لا يمني الصبر. توابل وبهارات ازاي؟ ما تعلمني يا استاذ. اقولك، انا شايف بقى ان الراجل استوى وطلب الاكل، بس المهم الاول عاوزين نعرف صادق بيه ده يسوى كام عشان ما نشتغلش بلوشي. يعني ظروفه ايه، عايش مع مين، علشان يا حبيبتي نشتغل في المظبوط وكله يجي مبسوط. اللي انا متاكده منه انه غني جدا، ده بيجي الكافيتيريا كل يوم يتغدى هناك، والفاتوره بتاعته بتوصل الشيء الفلاني. ودلوقتي بعد ما كلمني وبقيت ارد عليه بقى بيفطر ويتغدى كمان. يعني اذا استبعدنا ايام اجازتك نلاقيه بيدفع له 500 600 جنيه علشان بس يشاهد جمالك. مظبوط؟ مظبوط. يبقى ممكن يدفع له 5 6000 جنيه علشان يقابلك، و50 60 الف. ايه بس حالك هو هيقابل مارلين مونرو؟ مارلين مونرو دي مين؟ ده انت مشتاقه، يعني اللي تفتح الشهاده. بصي لنفسك في المرايه، بالذمه في ست في الدنيا اجمل والذ من كده؟ انت لازم تقابل الراجل اللي يقدر جمالك ويفضل يدفع ويدفع لاخر ثانيه من عمره، وشيكا بيكا لا يمني الصبر. يا سلام على المنظر الرائع ده، يا ريتني كنت فنان علشان اسجله. ياه، عجبك الاهرام للدرجه دي؟ انت اللي عجباني يا مشتاق، من يوم ما شفتك اول مره وابتسامتك الحلوه ما تفرقش عينيا. يا سلام على كلامك الحلو، بتجيبه منين يا صادق بيه؟ يا بخت مراتك بيك. انا مش متجوز يا مشتاق، الست بتاعت الله يرحمها فاتتني من 15 سنه. ما تفكريش ان انا راجل بتاع مغامرات، انا طول عمري جد وملتزم في شغلي وفي حياتي، بس القلب لما يدق حته زياده بتغير الانسان. يعني عايش لوحدك طول المده دي؟ مالكش عيالي يونسوك ولا حاجه؟ ماليش غير ابني سامح، هو اللي كان مالي عليا الدنيا، لكن دلوقتي بيسافر كتير في شغله وببقى هطقم من وحده. ولا يهمك، دول عيال صيع
ما راهمش غير التريقة على خلق الله. قولي يا مشتاق، انت عايش مع مين؟ نفسي اعرف كل حاجة عنك. طبعا لما كانش ده يضايقك. ابدا ابدا، انا مستعد احكي لك اي حاجه وكل حاجه، بس بعدين بقى انا لازم اروح حالا. طب هنتقابل تاني امتى؟ ما انت بتيجي الكافيتيريا. انا باجي علشان اشوفك، بس ببقى متعذب وانا حاسس ان كل العيون بتبص لك. ما تصورش ببقى هتجنن قد ايه. عاوز احس ان عينيا انا بس هي اللي شايفاكي. امتى؟ لما تيجي بكره هقول لك. ما تشيل البتاع ده، خليني احط الاكل. ما قلتليش يعني. هقول له ايه لو سألني تاني؟ عارفه يا مشتاق، الدنيا خلاص هتبتسم لنا. لا، مش بس هتبتسم، دي هتضحك. هتضحك قوي. هتزغزغ من الضحك. دوس بنزين شويه يا زكي، احسن اتاخرت على الشغل، الساعه بقت 9. هيجري ايه يعني لما اتاخر على الحصه 10 دقايق؟ قال يعني بتعلم التلاميذ قوي. بطل غلبه والنبي، وما تنساش ترجع لي الساعه 3، واذا كان وراك مشاوير ولا حاجه تبقى تدي المفاتيح لعم حسين المنادي. من عينيا، بس ما تنساش تسلم لي على التلاميذ. ها؟ اشتغل بالعداد يا زكي، بتوع المرور مفتحين عينهم قوي اليومين دول، وانا مش عاوز مشاكل، اعمل معروف. يا اخي اتكل على الله وبلاش وجع دماغ على الصبح. المنيرة يا اسطى. سيد اصلا النبي. فين السرايات؟ انا بقول لكم ايه، ده تاكسي مش اتوبيس. اللي رايح نواحي الجيزه اهلا وسهلا، اللي مش رايح يوريني عرض كتافه. صباح الخير يا فندم. صباح النور. تؤمر بايه؟ وانا اقدر امر، انا اللي تحت الامر، وحشتني موت. حضرتك هتتغدى زي كل يوم ولا تحب تشوف البوفيه؟ هستناك النهارده. قلت ايه؟ خليها بكره عشان اجازتي. موافق، بس على شرط نقضي اليوم كله مع بعض. شيكا بيه كلام من الصبر، بس على الله بقى يحصل اللي في دماغي بالظبط. وايه هو بقى اللي في دماغك؟ بتفهمني؟ اسمع يا عبدو، نعم فتح البيت، انا مش هتغدى هنا النهارده. خد اشتري حاجه حلوه لاولادك وروح اتغدى معاهم. امرك يا سعاده البيت. يا حسنين، حسنين. ايوه يا سعاده البيت. عاوزك تشتري شكلتين انطوريوم وتجيبهم لي الساعه 6 عشان هقدمهم بالليل. انطونيوم يا سعاده البيت. انطوريوم، ما تعرفش انطوريوم يعني ايه؟ ايوه يا سعاده البيت، امرك يا سعاده البيت. يا ام الخير، ام الخير. نعم يا سعاده البيت. عاوزك تروحي السوق اللي جنب بيتكم في عابدين وتشتري راس، عشان في ناس هيتغدوا بكره لحمه راس. بس النهارده الاثنين ومفيش لحمه يا سعاده البيت. اشتري خروف واذبحيه وهاتي لي راسه. امرك يا سعاده البيت. لا بقى مش قادره اكمل. الله الله،
امال فين الشباب؟ معقولة انت بتلعب كل يوم كده؟ انا بقالي اكتر من 20 سنة. ما عندكيش فكرة الرياضة فادتني قد ايه. زمايلي اللي في سني ما قدروش يمشوا خطوتين، كل تحركاتهم بالعربية. طب بس احسن ما يحسدش المال لاصحابه. على العموم كفاية كده النهاردة، نغير بقى وبعدين نفطر. اوعى تقول عندي في الكافيتيريا. لا، هنفطر هنا في النادي، وبعدين هستأذنك في مشوار صغير، وبعد كده انا تحت امرك، نروح مطرح ما انت عايزه. ايه وقفت هنا ليه؟ اكلم المكتب في التليفون يكونوا عاوزين حاجه. التليفون فين؟ انا مش شايفه هنا تليفونات. لا، هنا في بيتي والمره اتفرجي عليه. بيتك؟ واي نوت. اتفضلي. لا انا هستناك هنا. ارجوك تثق فيا، البيت فيه طباخ وداده وسفرجي. سمع انا راجل عاقل بس مجنون بحبك. انا طبعا بثق فيك يا صادق بيه، بس مين قالك ان انا بثق في نفسي؟ طب اتفضل اتفضل. اتفضلي. اهلا وسهلا، اعتبر البيت بيتك. اتفضلي. عن اذنك بس اكلم المكتب في التليفون. مفيش فايدة ابدا. التليفونات بقت فظيعة، النمرة مش بتجمع ابدا. على كل حال فرصة سعيدة انك قبلتي وشرفتيني ببيتي. بيتك شيك خالص، ذوق يجنن. لا، ده ذوق السامح ابني. انا اشتريت الفيلا، هو اللي عمل كل الديكورات دي وسلمني مفتاح. ده عامل لوحة في اوضة النوم تجنن، تحب تشوفيها؟ اوضه النوم؟ معقولة؟ واي نوت؟ لا. طب كش مالك يا حلو. بقى سامح هو اللي رسمها؟ دي حلوة بشكل. مش هتكون احلى منك. ياه، بتنام على كل سرير ده لوحدك؟ ايوه مشتاق، بنام لوحدي وعايش لوحدي. ابني الوحيد دايما مسافر مع رسوماته، وانا زي ما انت شايفه مفيش حد ابدا في حياتي. مش ممكن تلاقيك تعرف واحدة شغلاك ومونساك. صدقيني مفيش حد دخل بيتي وقلبي غيرك انت. قلت لك انت مش قدي، ما سمعتش كلامي، اديك اتكلت يا حلو. وريني شطارتك بقى اللعبه الجايه. لا 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 يا فندم بيه. مشتاق، لا 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 ارجوك ما تفهميش غلط. ادخل. البيانات بتاعت المناقصة جاهزة يا فندم، تحب سيادتك تراجعها؟
لا انا مش شايف دلوقتي، خلي رفعت تراجعها، بس قدموها قبل الميعاد ما يخلص. حاضر يا فندم. اي خدمه يا فندم؟ هي الانسه مشتاقه برضه ما جاتش النهارده؟ ما هي واخده اجازه اسبوع. سيادتك تؤمر بحاجه؟ لا متشكر. الله، حلو عليكي قوي الفستان يا مدام، يجنن شيك جدا. يا ترى ثمنه كام؟ 150 جنيه بس. ليه بقى؟ امال لو كان سوري يبقى كام؟ ده صناعة فرنساوي يا مدام، وبعدين في حاجة تانية كمان، الموديل ده مش ممكن تلاقيه على حد تاني غيرك. بقى ده فرنساوي؟ هو انا مش عارفه الفرنساوي كويس؟ ما علينا، خدي اللي في دول. حاضر. ايش يخرب عقلك يا بنت. الله يكون في عونك يا صادق يا اخويا. مش عيل صغير عشان اجري وراكي هنا وهناك. انا عشت اسوأ اسبوع في حياتي لما زعلت مني وتأكدت اني ما اقدرش استغنى عنك. انت خلتني وقعت في حيرة مع نفسي لانك بسرعة جذبتني ليك، وبقيت كل يوم بستنى مجيك الكافيتيريا، لكن عملتك الاخرانية خوفتني منك. انت عارف واحدة على قدها زيي ما حلتهاش غير الشرف، تقوم في لحظة حب ممكن انسى نفسي فيها. عايزني افقد كل حاجة؟ لا يا مشتهى لا، من هنا ورايح اطمني، انت في عينيا من جوه. انا غلطان وبعتذر لك، مستعد اعمل اي حاجة علشان تقبلي عذري. وجودك معايا هو كل حاجة. انا قصدي طيبة، وعشان حبيتك هنسى كل اللي عملته. ربنا ما يحرمنيش منك ولا يحرمنيش منك ابدا. انما ايه الشياكة دي بقى؟ انا حمل كده يا اخواتي؟ مش كفاية جمالك ده بس من ذوقك. ابدا ابدا، انت شيء صحيح. انا فعلا ملاحظ انك دايما مهتمية بمظهرك، وده طبعا بيكلفك كتير. تلاقيك بتصرفي كل مرتبك على اللبس، ولا والدك بيساعدك؟ ابويا وامي ماتوا في حادثة في يوم واحد، ما فاتوليش غير الحسرة وقلة البخت. اتجوزت واحد قريبي كان فاكر اني تحت القبة شيخ، ولما اكتشف الحقيقة رماني بعد 6 شهور. سبت بلدي وقلت انزل مصر اشوف مستقبلي، ومن ساعتها عشت عند واحد قريبة امي، والحمد لله شغلي مكفيني وزيادة. بس انا شايف ان الحياة بقت صعبة خالص، ومش قادر اتصور ان شابة زيك بجمالك وحيويتك تقدر تأمن مستقبلها من مرتبها. شوف يا مشتهى، احنا لازم نعيش مع بعض على طول. انا هخليكي اسعد انسانة في الدنيا. انت هتغلط تاني يا صديق بيه؟ انا قلت لك اني مش من اياهم. ابدا ابدا، انت برضو بتفهميني غلط. انا قصدي نتجوز. نتجوز؟ ايوه مشتهى، انا بحبك وعاوز اتجوزك.
حقيقة انا اكبر منك بكتير، لكن هعوضك عن اي خسارة في حياتك، وهكون تحت امرك في اي حاجة تعوزيها. انا مش هديكي فرصة تعوزي اي حاجة. صادق بيه، سيبني افكر شوية. في الحقيقة طلبك كان مفاجأة ليه. انا كنت فاكر ان ده شعورك انت كمان من ناحيتي، وانك حاسة بيا زي ما انا حاسس بيكي. انا قلت لك ان ده شعوري فعلا، بس الجواز مش لعبة. وافتكر انك قلت لي ان عندك ابن. يا ترى هيكون رأيك ايه في جوازك؟ سامح. سامح ده مش بس ابني، ده صاحبي، واحيانا بيبقى زي ابوه. يعني ما عرض عليا فكره الجواز كنت ارفض بشده لغايه ما لقيت كده. على العموم هو كاتب كتابه، وان شاء الله لما يرجع هيسكن في شقته التمليك، والفكره دي كلها هتبقى تحت امرك انت. قلت ايه؟ انا سعيدة قوي يا صادق اني لقيت راجل زيك اطمن وانا حاطه راسي على صدره. طب تعالي بقى شوفي المفاجاه اللي انا محضرها لك. قلت اشتري الشبكة من دلوقتي عشان اثبت لك حسن نيتي. صحيح انا اشتريتها على ذوقي، لكن لو تحب تغيريها في اي وقت احنا تحت امرك. ايه رايك؟ انا عمري ما شفت حاجة زي كده ابدا. انت تساوي عندي كنوز الدنيا كلها. شريكة لا الصبر. رزم فوق بعضها، منظرهم يخبر يا زيكو. يا بنت دي الفكة اللي عنده في البيت، يعني اكيد عنده عمارات وحصص في شركات. يا سلام على الحظ، بقى الدنيا تدي راجل زي ده كل حاجة، وانا وانت ما كناش لاقيين ناكل. بقى ده حق. واحنا امتى هينوبنا من الحب جانب؟ قريب قوي 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 يا مشتهى. بس اللي فارقني انك لو اتجوزتيه واتكل على الله واتخرج مش هينوبك من المولد ده كله غير حاجة هايفة. نهار اسود، ليه بقى؟ ما تنسيش ابنه، والشرع والقانون بيقول ان الولد يورث ابوه، وانتي ما يفضلكيش غير التمن بس. طب وبعدين؟ ملهاش حل؟ ليه حل يا مشتهى؟ مفيش حاجة ملهاش حل. امال انا بمرن مخي ليه وبلعب شطرنج ليل ونهار؟ في ايه؟ قلقان. من ايه يا زيكو؟ عشان عمال اخطط ازاي اسلمك بايدي الراجل تاني، وانا بصراحة بقى مش ضامن. مش فاهمة. مش يمكن تستحلي اللعبة لما تلاقي نفسك بقيتي مرات صادق بيه وتعيشي في العز اللي عنده ده كله وترميني انا في الزبالة؟ اخص عليك يا زيكو، ايه البواخة دي؟ طب ده انا اتعودت افكر بمخك انت الاستاذ، وكل حاجة بشير عليا فيها بتطلع صح. انا مانيش عيش من غيرك. اهو كده طمنتيني يا مشتهى. بحبك يا بنت. شكريك لايمني الساعة. خير يا دكتور؟ ده انت صحتك احسن مني يا صادق يا اخويا. بلاش وسواس اموال،
بس قلل المجهود شويه. الله يطمنك يا دكتور. انا هكتب لك شويه فيتامينات وبعد كده تقدر تمارس حياتك زي ما انت عاوز. امال ايه التعب المفاجئ اللي بيحل عليا ده؟ ما انت عليك عريس يا سيدي، خفف المجهود شويه. ايوه لازم اخفف، انا هخفف. انت مين؟ وبتعملي ايه هنا؟ انت اللي مين؟ ودخلت هنا ازاي؟ ده بيتي، ودخلت بالمفتاح ده. انت بقى دخلت ازاي؟ انت لازم سامح مش كده؟ كده عليك نور يا ستي، ما انت شاطره اهو. اقدر بقى اتشرف بسيادتك؟ انا والدتك. نعم. قصدي يعني زي والدتك. انا مشتهى حرم صادق بيه همام. ايه بقى بابا العفريت ده عملها اخيرا؟ والله برافو عليه. على العموم انا اسف جدا يا فندم على المقابله دي، معلش انا اصلي كنت داخل اتسحب، كنت عايز اعملها مفاجاه لبابا، قام جت فيك انت. على كل حال الف مبروك يا عروسه. الله، امال فين العريس؟ راح مشوار وزمانه جاي. حد برضه بيعمل مشاوير في شهر العسل؟ لا لا لا، انت من اولها كده هتبقي متساهله معاه. انا قصدي سبور واعبد الحريه الشخصيه. برافو عليكي. اهو كده بابا عمره ما هيحس انه متضايق من الجواز. المهم يلا نقعد في الغول على ما يجي، وعلشان تحكي لي وبالتفصيل الممل كيف وقع ابي في الحب. اتفضل يا فندم. سامع يا بابا حبيبي، يا سامع اهلا سامع، وحشني قوي يا حبيبي. وانت كمان يا عريس، الف الف مبروك. بس مش كنت تكتب لي على الاقل عشان احضر فرحك؟ الحقيقه ما لحقناش، وكمان ما رضيناش نعمل فرح عشان انت مش موجود. بس ايه رايك في العروسه؟ مش تستاهل. وانت عايز كلام؟ اتعرفت على بعض؟ مفيش من دقيقه واحده، بس ما لحقناش نتكلم. بابا جه هو يحكي لك بقى كل حاجه. ها تحب تاكل ايه النهارده؟ ايه اللي كان وحشك وانت مسافر؟ اي حاجه وكل حاجه. انت دلوقتي ست البيت، واللي تعمليه ماشي. طبعا اذنكم بقى دقيقه واحده. اتفضلي. البيت صغير رجع من اوروبا وعايزين غدا بقى على مزاج. كده اهو، الحمد لله على سلامته. دلوقتي راجع اسلم عليه، ده البطاطا لغايه قوي وحشني. وانا كمان اروح اسلم عليه. اتفضل. شكرا. المعرض اخد سكسي خير لدرجه اني فكرت امد عرضه، لكن الحقيقه ما قدرتش. مصر وحشتني خالص. وايه كان في المعرض؟ عباره عن ايه؟ حاجه انا ما افهمش في حكايه الفن دي خالص. لوحات شرقيه على ورق البردي. الاجانب بينبهروا بالحاجات دي بشكل غريب. انا بقى حاولت انقل البيئه المصريه والفلكلور الشعبي ببساطه من غير تعريض. والله وحشني كلامك ووحشتني قعدتك. بس انت عارف القعده ناقصها مين؟ نجوى. انت لسه ما كلمتهاش؟ اكلمها؟ ده انا هطب عليها دلوقتي حالا زي القبض مستعجل. اما حته مفاجاه واتجوزها كده من غير اي مقدمات. هو يعني عشان الواحد يتجوز لازم يقعد سنين يفكر؟ وهو صادق كان مستني ايه؟ لما يكون نفسه؟ لا بس على الاقل كان يقول لنا علشان. على العموم هي ست لطيفه قوي، هتعجبك جدا لما تشوفيها. مؤكد هتعجبني. بالذوق عم صادق. هو اخبار الشقه بتاعتك ايه؟ هو الراجل مش ناوي يشطبها؟ والله يا عم لسه ما عدتش عليها، لكن بابا قال لي انه لسه قدامها حوالي 4-5 اشهر. على العموم هانت. ايه يا بابي؟ انت عاوز توزعني وتخلص مني ولا ايه؟ بصراحه يعني انت هتفضلوا قاعدين على دماغك امتى؟ ما تقوموا تروقوا شويه كده بس. طبعا اذنك يا عم، يلا بينا. عمرك ما تظبط مواعيدك، حرام عليك يا اخي. هو جرى ايه يعني؟ فرقت ساعه ولا 2؟ طب هات المفاتيح. اتفضل. ايراد النهارده. بقول لك ايه، ما تعملش حسابي بكره، انا مش جاي. سلام.
كمان يا مصطفى. وحشتيني. ايش ايه ده كله؟ وحشتيني قوي يا مصطفى. معقول كل المده دي ما اشوفكيش واخشيني عليكي؟ انا افتكرت مش هشوفك تاني. فاشل تيجي من بقى. تعالي يا مصطفى تعالي. وحشتيني قوي يا بنت. وحشتيني قوي. معقول شهرين بحالهم؟ طب كنت فوتي ولا ب5 دقايق؟ ما قدرتش ابدا، الراجل ما بيسيبنيش لحظه، على طول رجله على رجلي. ما صدقت انه انشغل مع ابنه شويه. ابنه؟ هو وصل بالسلامه؟ ما هو ده اللي خلاني اخلق حجه باي طريقه واجيلك، بس مش عارفه هعمل ايه بعد كده. بصراحه ابتديت ازهق واخاف. العيشه من غيرك سخيفه وملهاش طعم يا سيكو. مش ملاحظ انها صغيره قوي على عنك، لكن بتحبه قوي، وهو كمان مش مخليها عاوزه حاجه. ما قالكش قابلها فين ولا عرفتها ازاي؟ قالها مين يعني؟ انا مش فاهم ايه الاسئله دي كلها. في الحقيقه شكلها مش مريحني ابدا، مش عارفه ليه. يا ساتر يا رب، مفيش واحده ست تشكر في ست تانية ابدا. مالها؟ ما هي جميله وحلوه ولطيفه هي، والاهم من ده كله بابا سعيد معاها. يلا يا صادق. لا انا ماليش في التنطيط ده. الله، انت واقفه هنا من زمان؟ يظهر انك غرقان في الرسم لدرجه انك مش حاسس بالدنيا. ايه الصوره الحلوه دي؟ ده انطباع كده عن صراع الانسان المعاصر، ايه رايك؟ الحقيقه انا ما فهمش في الحاجات دي قوي. يا ترى عندك وقت ترسمني ولا هتقولي مشغول؟ يا خبر، مشغول ده ايه؟ يا ريت. هو الفنان عمره هيلاقي موديل حلوه زيك كده؟ ميرسي يا سامح، كلامك رقيق قوي. بس هتقدري تقفي كل يوم ساعتين 3 من غير ما تزهقي او تتضايقي؟ جربني كده. نجرب. اتفضلي استريحي هنا. لا 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 لا، هو هترسم كده على طول؟ مش تديني فرصه استعد؟ هديكي 10 دقايق بالكتير واكون عندك حالا. اتفضلي. وانا تحت امرك. اتفضلي. انا هعرف ارسم الجمال ده كله؟ ياه، انت دايما كده ترفع روح المعنويه. اتفضلي هنا. ايوه. ليه في جسمك كله شمال؟ كده؟ ايوه. طب مش فوق.
اهلا يا عمي. اهلا يا بنتي. ايه تعبت من الجري ولا ايه؟ ايوه يا بنتي، اصل انا بجري على قدي واخرج، اصل انا مش حبل عمايل الشباب دول. اتفضل يا ستي، تعالي شوف نفسك. هايل، انت فنان حقيقي يا سامح. صراحة هتنطق. عجبتك؟ قوي قوي قوي. الله، انت بتحط اي نوع من الترتيب على الحلاقة؟ طب مش تقول لي بابا على الحاجات الحلوة دي؟ انت لازم تشوفي لها برواز ويكون حلو. اظن بقى مفيش احسن من كده، ومع ذلك مهما عمل فنان مش ممكن يلغي الجمال ده على الورق. معاك حق يا بابا. كفاية بقى، احسن بعد كده هتغر. خالد يا الله بيلعبها لزكريا ناصر، زكريا ناصر ربيع ياسين، علي مين بيفكر يشوط جامده، انما جوه العارضه بثلاث اربع يدات ترجع الكوره بسرعه، ضربه مرمى تقف في السكه يوقفها زكريا ناصر، تلعب العرض ابراهيم يوسف زوها توصل لمجدي عبد الغني، مجدي عبد الغني ياخدها يلعبها للخطيب، الخطيب واحمد جمال يفوز الخطيب، مره ثانيه تتاخد وتوصل لاحمد جمال، لعبها اماميه طويله ناحيه شمال، قعدها قد واحد بيفوت وبيمشي، بيفوت مرة تانية بيلعبها برجله الشمال، توصل لمختار، مختار ماشي، بتلعب لزكريا ناصر برجله اليمين جدا. تاخد بالك من نفسك، بعدين تخرج وانت عرقان كده تاخد بالك، مش تبقى تسلك في العجله دي لبابا يلعب بيها شويه، احسن عضلاته بقت ضعيفه خالص. طيب عن اذنك علشان عايز اغير هدومي. اتفضل. ايه ده؟ دول بس؟ معلش يا حبيبي، اصل نزلت اشتريت شويه حاجات قبل ما اجيلك. لا ما ينفعش، انا محتاج فلوس كتير. كام يعني؟ 3000 4000، انا لازم اكمل حق التاكس. اسمعي يا مشتهى، احنا لازم نتصرف بسرعه، انا خلاص زهقت من اللعبه دي. انا كمان مش قادره خلاص. فين افكارك يا استاذ؟ يظهر الشطرنج مش نافع دلوقتي. انت احسن لك بقى تقعد على القهوه وتلعب لك 10 طاوله. الله بتتريق على زيك ويا مشمشه؟ هي حصلت؟ اعمل لك ايه؟ سايبني كده لما الحكايه بينها تقلب بغم. ما انت كمان مش عارفه ترسمها على الواد صح. انا كنت فاهم انك من اول نظره هتجيبيه الارض وينزل يزحف عشان يبوس رجليكي. طلع جدع، لا بيزحف ولا بيبوس. خلاص الخطه موجوده، بس المهم التنفيذ. طب ما تقول يا استاذ. يا حبيبي ازيك يا سامي؟ تعالى. بابا في حاجة مهمة لازم اقول لك عليها. في ايه؟ تعالى. بابا انا لا يا بابا، انا عايز اصل بابا انا مش عايز فلوس. خد يا راجل، انت وراك مصاريف، فسح مراتك. والله معايا. امال في ايه؟ في حاجه؟ بابا
معقول يا شاهد؟ ده انا الدولاب بتاعي مليان هدوم ما استعملتهمش. يا حبيبتي اهتمي بروحك شويه. ما انت روح يا صادق، وجبت شوية بنطلونات وقمصان لسامح. هو رجع ولا لسه؟ برافو عليكي، هو كان هنا من شويه بس ما اعرفش متضايق ليه. حاولي تعرفي منه. ما تخافش، ليه متخانق مع نجوى ولا حاجة؟ خانق؟ ايه اتخضيت كده ليه؟ انا هروح اشوف. خانق. شوف بص القميص ده وشوف القميص ده حلو، وجايبه لك بنطلونات تجنن. يلا قيس دول وشوف بقى ذوقي هيعجبك ولا لا. ايه مالك؟ في حاجه مزعلاك يا حبيبي؟ تعالى بس، ابوك بعيد مش حاسس بينا. انت ايه؟ عايزه مني ايه؟ عايزه مني ايه؟ مش عارف لغايه دلوقتي، انا مش عارفه عايزه منك ايه. مش كده؟ انت عايزه مني ايه بالظبط؟ دلوقتي حالا انا عايزه منك ايه؟ انت بتعمل ايه؟ كانت له نظرات غريبة قوي، بجحة زيادة عن اللزوم، وكنت دايما اقول لنفسي يا بنت مش ممكن يوصل، مش معقول يوصل. ما كنتش اتصور انه ممكن يتجنن بالشكل ده. يعني لو شرف ابوه الراجل محترم جماعية زي الكلب السهران. فضلت شوف المايه.
كده. استاذ سامع يا فندم. لا يا حكيم، تتحكم على مراتي انا، تتحكم على مرات ابوك. ما تصدقش يا بابا، ما تصدقش، ده هي كذابه وقذره ومجرمه. ابوك ايه يا فندم؟ اتفضل استريح. انا عمري ما ارتحت لها ابدا، والغريبه اني قلت لك اكتر من مره ان شكلها بيستاهل وما صدقتنيش. لكن اللي مجنني يا بابي ان ازاي عم صادق ممكن يصدق واحده زي دي ويكذب سامي. الراجل معذور يا نجوى، الحكايه مسبوكه قوي ودي تجرح احساس اي راجل. انا كان لازم اسيب البيت من اول ما حسيت انها بتعمل حركات مش طبيعيه. لو كنت مشيت ما كانش ده كله حصل. طب ما تحاول تقابل والدك وتفهمه ان هي اللي دبرت الحكايه دي كلها. بابا دلوقتي مصدوم ومش مستعد يسمع اي كلام. يمكن لما يفوق من الصدمه يقدر يفكر بهدوء وعقل. يا حبيبتي مالك؟ يا مصيبتي يا اخواتي، يا مصيبتي من بعدك. ليه كده يا ربي بس؟ حصل ايه بس يا مشتاق تاني؟ ابنك مش هيسيبني في حالي، اكيد هيبهدلني ويمرمطني. وانا رحت فين؟ هو انا هخليه يعتب البيت ده تاني؟ ربنا يديك طول العمر يا صادق. انت هتفضل من صنع سواء انا عايش او مش عايش. ما تكملش. ربنا يجعل يومي قبل يومك يا حبيبي. بعد الشر عليكي، دي حاجه بتاعت ربنا، وانا علشان اضمن لك مستقبلك هشتري لك عزبه فواكه من ناس معرفه. اما الكلب ده رغم اللي عمله انا مش هقدر اخالف ضميري واحرمه من مراس. مهما كانت الحال ده ابني، ولو عملتها الناس هتاكل وشي. هي ام الخير مش راجعه النهارده ولا ايه يا عم عبد؟ لا يا استهاني، ده قالت هتقعد كام يوم في البلد مع اولادها. يعني مستغنيه عن الشغل؟ طب ما نشوف لنا واحده ولا هنقعد كده؟ انا مسافر العزبه دلوقتي، على لك واحده دي تساعدك في البيت. ويا ريتك يا بيه تشوف واحد كمان طباخ. اصلي في الحقيقه انا تعبت من الخدمه وابني مش عاوزني اشتغل في البيوت. اذا خلاص نفسه كبرت. يعني ايه؟ كلكم هتسيبوا البيت يضرب يقلب؟ البركه في الهانم، عامل بيحسها. هتتاخر يا حبيبي؟ بكره الصبح اكون عندك يا حبيبتي. انا اتصلت بالحاج يوسف موضب لي العقود وموضب لي كل حاجه. خلاص يا مشمشة، هنبقى من اصحاب الاملاك. مش قلت لك يا بنت الدنيا هتضحك لنا؟ يا سلام، بنت زيك كده قشطه وملبن اتخلقت طبعا عشان تعيش في عزبة فاكهه. ها؟ مش تعرفص فوق السطوح. في صحتك يا قمر. بصحة افكارك يا زيكو. نورت البحيره يا فاضي بيه. ماشي يا حسن ازاي الواد؟ بخير يا بيه يا فندم. اهلا اهلا يا متعه، القهوه يا متعه. اهلا اهلا يا سعاده البيه. اهلا بناس مصر الحلوين. امال فين الحاج يوسف؟ والله الوالد سافر اسكندريه ياخد العزة في خال امي اللي توفى. بقى في حال حياتك الباقي يا سعاده البيه، ووصاني اكون في انتظار سيادتك. ما تعرفش هيرجع من الفجريه ان شاء الله هيكون موجود يا سعاده البيه، وانت في بيتك وكلنا خدامينك. اما انا يا بنت عندي حته دي فكره انها ما تجنن. ايه؟ ما دام بتقولي مفيش حد في الفيلا، ما تيجي نقضي ليله زي بتوع الالف ليله وليله دول. بتفكري في ايه؟ هنقضي السهره هناك وارجع انا على وش الفجر. انت بتتكلم جد ولا سكرت؟ انا عمري ما كنت جد زي دلوقتي. طب يلا بينا.
يلا بينا. اديله وصلنا من غير ما نعمل حادثه ولا حاجه. دي كانت تبقى 1000 نيله ونيله مش 1000 ليله ونيله. ايه العز ده كله؟ اتارينا كنا عايشين في صفيحة زبالة وما احنا جريانين يا مشمشة. اسم الله عليك يا زيكو. يخرب بيتك يا صادق يا ابن ام صادق. مش قلت لك هتتهبل؟ ما انا اتهبلت خلاص يا مشمشة. طب بذمتي ما حد هيعيش في العز والفلة دي غير انا وانت يا مشمشة. هي فوضى ولا كانت فوضى؟ يمكن فوضى بقى. لا 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 ليالي الأنس في البلاد بين أروضة من لا 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 لا. خد ايدي يا اخطر. مقبولة فيها زيك. وصادق كان فاكر نفسه ايه؟ فاكر. وقال كان عاوز يبوسك. وانا والشيخ وانا بالكسر. وقال لي ايه؟ تعالي يا بلدك على اوضه النوم. كان عاوز يعتدي على عفاك. لسه ما ماتش. نبقى كده ليه؟ ما تفكري معايا هنعمل ايه؟ انت اللي متعود تفكر. ده لو مات دلوقتي هتبقى مصيبة، لأن ابنه هيورث كل حاجة. كل ده ما عملناش حاجة. ولو ما ماتش هيصحى يودينا في داهية. طب والعملية دي
ليه يا زكي؟ هنخلص منه هو ابن مرة واحدة. نهار اسود. قولي يا نهار ابيض. انت دلوقتي هتكلمي الواد تقولي له ابوك عيان قوي لازم تيجي تشوفه. الواد مش هيكدب خبر. اول ما يوصل تصوتي وتلم الناس وتقولي الواد قتل ابوه. مات ازاي؟ انت مش بتقول انه لسه عايش؟ هدش دماغه بدي اول ما الواد يجي يلاقيه خلصان. بس هو تفتكر انه هيصدقني بعد كل اللي عملته فيه؟ لا هيفتكر انه منعوب تاني. اول مرة تفكري صح. ومش بعيد الواد يبلغ البوليس قبل ما يجي علشان يأمن نفسه ونروح احنا في ابو نجلة. والعمل يا زيكو؟ الحكاية محتاجة شوية تفكير. صباح الخير يا بابي. صباح الخير يا بنتي. ايه اللي مصحيكي بدري كده؟ هو انا عرفت انام؟ سامح طول الليل سهران، حالته النفسية تعبانة خالص. اصله كان عاوز يروح لباباه وخاف. مالي ما راحتش في النوم الا وش الفجر. الحقيقة الحكاية دي باخت قوي. مش معقول موقف صادق ده من ابنه. بابي انا بفكر اروح لعمي واتكلم معاه، ايه رأيك؟ وماله يا بنتي؟ انت هيتكسف منك ويسمعك. طب ايه رأيك لو رحنا سوا بعد الظهر؟ لا معلش يا بابا، مش هقدر استنى. سامح قلقان خالص وانا كمان. اللي تشوفيه يا بنتي. مية. من متعود يجي بدري كده؟ مش عارفة، بلاش نفتح احسن. لا انت تفتحي عادي. اللي بيحصل كل يوم لازم يحصل عادي عشان محدش يحس بحاجة. قومي انت افتحي. قومي. صباح الخير يا سلام. صباح الخير. تجربي ايه؟ متشكرة. احضر الفطار؟ حاضر. استعدوا. هعمل ايه؟ جرايه مش اتصرفي بهدوء لا تودينا في داهيه. اهم حاجه ما تخليش حد ده يطلع هنا ابدا. اعمل ايه بس يا ربي؟ الفطار يا سلام. عنك انت، خليك مستريح يا سعد. اتفضل. شكرا. صباح الخير يا سعد. صباح الفل يا استاذ. يا ترى عم صادق صحي؟ صح يا فندم، والفطار طلع له كمان. مصيبة ما الكلب جات. امسك سلاح طبعا ما يجي النهار نعمل ده من اوله. وبعدين يا مشتاق امسكي نفسك امال. احنا لغايه دلوقتي ما عملناش حاجه غلط. الراجل هو اللي قلبه تعبان من نفسه. هما مالهم عاجبين كده ليه؟ اسمعي، انت تنزلي دلوقتي عادي تقولي لعمك عيان فوق والدكتور عنده. طيب افرض طلعت وما لقيتش الدكتور اقول لها ايه؟ انا الدكتور. انت الدكتور؟ ايوه. يا رب استر يا رب، يا رب استر يا رب. اللي بعقلك هو انت ايه بتبع تروح؟ ما هو النهارده حاسه وهو تعبان، وامبارح حاسه اتنيلت خالص وراح في غيبوبه. عم صادق سلامتك يا عم سلامتك. مالك؟ خير يا دكتور عنده ايه؟ لا ابدا مفيش حاجه، النبض سليم وكله عال العال. بس هو محتاج شويه تحاليل وفحوصات لازم تتعمل النهارده. دكتور كتر خيره، كلمته في نص الليل ما تاخرش ابدا وجع على طول. حضرتك عارفه يا هانم
ان المدام تقعد معاه لوحدها علشان يتوفر له نوع من الهدوء وعدم المضايقات. مالك يا عم؟ مالك؟ طمني قول لي حاسس بايه؟ مش قادر ينطق. ما تسيبوه بقى. مش جوزك اللي جاب له الكافيه من ساعه الحكايه اياها؟ منه لله كان هيودي الراجل في داهيه. وبعدين يا مدام مش كده امال؟ لو سمحتوا سيبوني مع المريض بتاعي شويه. اتفضلي يا مدام لو سمحتي. يلا اتفضلي. يلا يا اختي اتفضلي. يلا اتفضلوا. يعني كان لازم تيجي ليله امبارح. الله يخرب بيتك بوظت لي الليله. انا ما كنتش ناوي اخلص منك، لكن خلاص يا حلو انت اللي جبته لنفسك. هموتك بس ما تخافش، انا هختار لك موتة تليق بمقامك. خرجت بس يظهر نور ترجع تاني. انا لازم اسيب هنا فورا. يا ستي هو انا اعمل ايه لوحدي؟ لا انت ما تسيبنيش لوحدي ابدا. ايه الكلام بتاعك ده؟ ما انا لو قعدت انا وانت هنا هنروح في داهيه. انا لازم اقعد لوحدي، لازم افكر بهدوء. وبعدين فيها ايه؟ جوزك راجل كبير وجات له حاله في القلب عملت له شلل، ما فيهاش حاجه. كل ما تم المنبر بتاعتك ولا احنا لا شفناها ولا جربناها. تعالوا معايا شوفين السكه. يلا. عم صادق حالته صعب، ده مش قادر ينطق، شكله زي ما يكون عاوز يقول لي حاجه، بس مراته ما ادتنيش فرصه افهم. والدكتور اللي جايبينه ده كمان شكله غريب قوي، لا معاه شنطه ولا روشته ولا حتى قلم، حاجه تقلق. حبيبي يا بابا، حبيبي يا بابا. بابا انت عايز تقولي حاجة؟ ايه اللي حصل؟ اقدر اقعد معاك لحد ما تخف. انا مش ممكن هسيبك لوحدك ابدا. انا بعت اجيب دكتور وان شاء الله هتخف وتبقى عالي. ايه اللي جابك؟ انت بتديله تنط واحد ورا التاني؟ عايز منه ايه؟ مش انت اللي جبت له الهم والمرض من عملك السودا دي؟ بذمتك انا عرضتلك؟ انا لمستك؟ انت ليه عملت كده؟ كان قصدك ايه بالظبط؟ يعني ايه؟ بتبلى عليك؟ بلقح جتتي؟ اسمع، انا ما اقدرش اعيش معاك تحت سقف واحد. الراجل عجز ونزل بالوش. ما تخافيش، احنا مش هنكون لوحدنا. مراتي هتقعد معانا. مراتك يعني ايه بقى؟ انتوا عاوزين تورثوا راجل بالحلقه؟ ملوش لزوم الكلام ده. انا هنقعد لحد الدكتور ما يطمنا عليه. ما انا جبت له دكتور. وماله؟ دكتور واثنين وثلاثة لحد ما نطمن خالص. عندك مانع؟ الحقني يا زكي. ايه حصل؟ ايه الراجل اتكلم؟ لا لسه، بس ابنه ومراته جم بلطوا في البيت، ما بقيتش اقدر اقعد معاه 5 دقايق على بعض، على طول الاقيهم نطوا فوق دماغي. انا خايفه يا زكي، انا بفكر ما ارجعش هناك ابدا. تبقي اكيد اتجننتي. احنا بس لو نقدر نفتح الخزنه ونلعب قرشين يبقى استريحنا، لكن كده لا طولنا بلح الشام ولا عنب اليمن. اللي فالدني ومجنني انهم بعتوا يجيبوا دكتور كبير قوي. دكتور غيري؟ ليه ما عجبهمش تشخيصي ولا ايه؟ ده كده المسائل هتبقى اتنيلت ب60 نيله. خدي الدواء ده، كل شويه تجيبي حبايه او معلقه، ادي علاج عشان يحصل له حاجه روح في داهيه. ما تخافيش، وشويه فيتامينات. يلا اسبقيني على هناك. بس ابقى الحقني بسرعه يا زكي. انا من دلوقتي الدكتور متولي جاب الله. يلا بسرعه روحوا. حاضر حاضر.
ليه بس؟ علشان نطمن على بابا. طمني يا دكتور، انا مراته، هيخف ولا لا؟ ان شاء الله كل خير، بس هو يمشي على الادويه. يعني هيخف ولا لا؟ المساله معقده شويه وعاوزه عنايه. على العموم انا هبعت ممرض من عندي يديله الحقن والدواء في الميعاد. وليه ممرض؟ انا مراته واخدمه بعناية. انا عارف يا استهاني، بس الحكايه يمكن تطول شويه وبعدين ده يبقى تعب عليك. عن اذنك. متشكرين قوي يا دكتور، بس هتبعت التمرجي امتى؟ بكره الصبح ان شاء الله. متشكر قوي، اتفضل. حضرتك الدكتور؟ ايوه انا الدكتور متولي جاب الله. وحضرتك؟ وانا الدكتور عز الدين فهمي. وازاي بقى يا دكتور عز تيجي تعالج واحد مريض انت عارف كويس انه بيتعالج عند دكتور زميل ليك؟ دي اخلاق المهنة يا دكتور. اهلا يا دكتور. سلام عليكم استاذ سامح. اهلا 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 اهلا. الحقيقه انا قابلت الدكتور عز الدين بره وانا داخل. الحقيقه اتكلمت معاه ولقيته ناوي يعك. ايوه، اصله من المدرسه الكلاسيكيه القديمه في الطب. والحقيقه العلاج اللي بيستخدمه مع الوالد بتاع حضرتك علاج مفعوله بطيء جدا. يعني موت يا حمار على ما يجيلك العليق. انت مش عاوز والد حضرتك يخف؟ طبعا. خلاص سيبني عليه وانا اخففهولك. الحقيقه ان شاء الله مش هياخد في ايدي غلوه وشيكا بيكا لايمني الصبر. نعم. قصدي لايمني على الفوزيتا. بعد اذنك انا طالع. اهلا دكتور متولي جاب الله. يا سيد ازيك يا صديقي بيه دلوقتي؟ لا عال دي كلها يومين وهنخلص خالص ان شاء الله. انا متهيألي ان صحته اتحسنت شويه. اتحسنت؟ ايوه. طبعا بفضل الادويه اللي انا بديها له. لو سمحتوا يا جماعه بعد اذنكم شويه علشان عاوز اكشف على المريض. اسمعني يا هنا حضرتك لو سمحتي علشان تساعديني. ممكن انا اساعد سيادتك؟ انا شايف مدام مشتاقه تعبانه. لا ابدا، انا كويسه جدا واقدر اقف مع الدكتور. فين الفلوس يا صادق؟ قول يا صادق، الخزنه بتفتح ازاي؟ شاور، اتكلم، قول اي حاجه، ما تكلمنيش. وطي صوتك لا يكون حد منهم على الباب. اسمع يا صادق، احنا مش عايزين حاجه غير فلوس. قول لنا الخزنه بتتفتح ازاي واحنا هنسيبك في حالك. اتكلم، قول. لا، ما هي الطريقه دي مش نافعه. انا اكتب لك على نفسه اجيب اجله خالص ما دام بيستهبل كده. مش عايزين اي مساعده؟ كويس قوي يا مدام ان حضرتك جيتي. تعالي ساعدينا نغير من الايات. بسم الله الرحمن الرحيم. اسم الله عليك يا استاذ سيد، اسم الله عليك يا اخويا، اسم الله عليك. لا حول ولا قوة إلا بالله. ده راجل صحته كده زي الفل ووعيد بعد يومين يخلص عملية البيع. ربنا يجيب الشفاء. يا رب. والله يا ست هانم العقود جات وناقصة بس على الإمضة وباسم حضرتك. لكن معلش أنا برضو مش هصرف فيها وإن شاء الله تكون من نصيبه، بس يشد حيله. ان شاء الله. ادعي له يا حاج الله يخليك. ربنا عالم يا ست هانم. اي خدمات تانية يا ست هانم؟ اديته الدواء؟ ايوه. تفتكر يا حلمي صحته اتحسنت ولا حاجه؟ قصدي يعني ابتدى يتحرك ولا لسه؟ ربنا كبير يا ست هانم وقادر على كل شيء. طيب ما تتاخرش بعد الظهر. قبل الساعة 6 هكون هنا ان شاء الله. طيب والنبي يا ابني اقدر اطلع اطمن عليه لو امكن؟ قوي يا حاج يوسف، اتفضل. يا رب. اتفضل. الو. ايوه يا زكي.
فهماني خالص. ما دام الحاج يوسف اكد انه راح يشتري لك العزبه يبقى المساله هتتحل. هتتحل ازاي بس وانا شايفه انها اتكربست على دماغنا خالص؟ الكربسة ده ايه؟ الله، ده نسيك والاجر على الله يا مشمشه. طب فهمني بس، هتعمل ايه؟ هنلبس سامح العام. ما دام حس بنيه ابوه خاف لا يحرمه من الميراث قام قتله. يعني عايزني اعمل ايه تاني؟ انا خلاص يا زكي اعصابي باظت ومش قادره. الله، هانت يا مشمشه، كلها يومين ثلاثه وتلاقي صادق بتاعك ده مشرف في البساتين والدنيا هترجع تضحك لنا من تاني. يعني عاوزني اموته يا زكي؟ ايوه نموته علشان نعيش احنا. يا خبر اسود، لا يا زكي، العمليه كانت مجرد نصبه من اللي بننصبها كل يوم، انما نية الله لا يا زكي، انا ما اقدرش. جرالك ايه؟ انت هتيجي على الاخر وتبوظيها. مفيش حلاوه من غير نار يا مشمشه. انا مستحيل اعمل حاجه زي كده. شوف لك طريقه نخلص بيها من الورطه اللي احنا فيها دي، ان شاء الله نرجع في كلامنا. نرجع في كلامنا ده ايه؟ الله، هو لعب عيال؟ انت اكيد اتجننتي. بالعكس، ده الجنان اننا نقتل. بكره تبوسي ايدي لما تعرفي ان ابو الزيك كان غرضه هناكي. الله، ما بلنيش كده يا بيت. اضحكي اضحكي بقى يا مشمشه، اضحكي امال. شيكابيكا لا من الصبر. يلا يا حبيبي شد حيلك بقى، احسن الدلع زاد عن حده. واعمل حسابك اول ما تخف هنسافر بره على طول علشان ننسى الايام السودة دي. مش كنت حضرتك تستنى لما يجي حلمي يديله الحقنه؟ ما اقدرش استنى اكتر من كده، الراجل لازم يخف ويقف على رجليه. هي دي حقنه ايه؟ يعني لو قلت لك هتفهم؟ هو الطب خلاص اي حد يسال فيه يا استاذ ولا ايه؟ معقول يا دكتور تضرب الحقنه وانا واقف؟ عنك انت عنك. يا سيدي انا راجل بسيط مش معقد. لو سمحت يا دكتور متولي، خلي حلمي هو اللي يديه الحقنه. ده ايه يا استاذ سامح؟ انت مش واثق فيا ولا ايه؟ لا العفو، بس والدي واخد على ايد حلمي. قصدي يعني ان حلمي ايده خفيفه والوالد ما بيحسش بالابره. ده انا مفيش اخف من ايدي. وعلى العموم اتفضل يا سيدي. كده كسرتها عندك كده. ايه هو اتكسر؟ انت يا ابني مالك؟ انت بتترعش ليه؟ انت ايدك سايبه ليه؟ انت مريض ولا ايه؟ دي حتى حقنه ناقصه في السوق. معلش يا دكتور معلش، حصل خير. خير منين بس وانتم مكربسين فوق دماغي؟ مش عارف اشتغل يا عالم. على العموم خلاص هبقى اجيب له واحده تانيه بالليل. تعبناك معانا يا دكتور. لا تعب ولا حاجه، هو انا ليا بركه غير صادق بيه؟ سلام عليكم يا صادق بيه. شيكابيكا لا من الصبر. انت مطمن يا زكي؟ قلتلك مطمن، هنخلص منه يعني هنخلص منه، والواد ابنه هنلبسه القضيه. يا رب. بتدعي ربنا يوفقك في جريمه قتل. سامحها يا رب، دي بريئه وساذجه، سامحها. طب انا همشي بقى لحسن حد يشوفنا. ها، سلام. سلام.
خايفة قوي يا سامح. ربنا يعدي الأزمة دي على خير. ربنا معنا. الدنيا هتضحك لنا يا مشمشة.
يا ابو الزيك. ايه ده؟ انت ايه؟ ب7 ارواح؟ انا يا ابني خفيت من تاني يوم، بس كنت مستني ما تقع في رجليك المصيده. انت فاهم نفسك استاذ؟ ده انا الاستاذ.